جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. يلعب كرة رأسية مذهلة وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. يمكن القول أنها كارثة على الفريق. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تلعب الكرة إلى الأمام، يبحث عن المهاجم. بورخا غارسيا، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. الله، ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام. مرت الكرة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. روبرت ليفاندوفسكي، تمريرة والتسديد. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يلعبها طويلة، واحد على واحد. ليفاندوفسكي فعلوها، سجلوها في الشباك. أنهى الهجمة بشكل رائع. مثل هذه اللقطات تؤكد لك قيمة التهديفية العالية. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. يمد قدمه ويقطع الكرة. فاليري بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. رمية جانبية إذن، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. ديمبلي يهرب في الجهة اليمنى. لمن هذه الكرة يا ترى؟ كرة اجتازت الخط، تحولت إلى رمية تماس. لمسة بينية عند المساحة الخالية على الطرف. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة يحصل عليها ليفاندوفسكي. كرة طويلة للأمام، وستكون هنا رمية تماس. سامو سايز، منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. بورخا غارسيا،
في المباراة. شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوط الأول. ثناء كذلك لأداء لاعبي خط الوسط، هم اللي يقدموا الهدايا. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. برشلونة يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. ينطلق إلى الأمام بسرعة. الكرة ملعوبة من ليفان، كرة باتجاه المرمى. الله مارواك ينجح في التسجيل. الله مارواك، تمريرة في منتهى الروعة، نهاية أجمل ما يكون. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ورقة صفراء أخرى من حكم اللقاء، حذاري من كثرة الإنذارات في مباراة اليوم. إسبينوزا إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. تغيير جميل للعب. هجمة مرتدة الآن. ليفاندوفسكي يلعب كرة الجانب الأيمن. أي دفاع هذا، أي قوة، أي صلابة، أي جدار هذا. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. بورخا غارسيا، سامو سايز، سامو سايز، بورخا غارسيا. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم، عرضية لكن يمسكها الحارس. سيرجي روبرتو يلعبها طولية. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. إسبينوزا، إسبينوزا يلعبها طولية. عدت الكرة، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يتعثر ويفقد توازنه. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. إبعاد ناجح للكرة. كرة طولية إلى الأمام. يحاول أن يلعب كرة بينية. الآن إمكانية المرتدة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يلعب كرة على اليسار. ستواني خسر المواجهة أمام خصمه. قد تكون هذه فرصته. يلعب كرة طويلة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. شيء غير عادي يا جماعة، شيء غير عادي ما شاهدناه اليوم.
أداء كبير جدا من الفريق، من المجموعة، من المدرب، المشجعين حاضرين. أعتقد أنهم كانوا في سعادة كبيرة.